بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هيكون معانا درس جديد ومبسط لكل اخواتي الفنيين المبتدئين. ان شاء الله هيكون معانا درس استكمال للدرس السابق، وهو عمل لمبتين اون اوف لباب حمام. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا وعملنا دايره عن طريق سويتش. النهارده هنعمل نفس الدايره بس هتكون عن طريق مفتاح ديفيتير. يلا بينا. زي ما احنا شايفين دلوقتي المكونات بتاعتنا: لمبه حمراء ولمبه خضراء، مفتاح ديفيتيري، علبه ماجيك، مفتاح MCB، والادوات اللي انا هشتغل بيها. دلوقتي انا عندي اللمبتين بتوعي اهم، كل واحده خارج منها طرفين زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. هاجي هنا هاخد اول مجموعه الازرق، وهنقول دي الارضي بتاعي. بالشكل ده. هاخد اول طرف اهو من اول لمبه، هدخله عندي على اول نقطه في المفتاح. بعد كده هناخد الطرف التاني من اللمبة اللي هي المفروض هتكون الخضراء. احنا خدنا اولا الحمراء وبعد كده هناخد الاخضر اهو. هتخش عندي على الطرف التاني من المفتاح كده. اللي هيكون فاضل عندي هو مصدر الكهرباء بتاعي بالشكل ده. هناخده من هنا كده. معايا المصدر بتاعي اللي هو بتاع الكهرباء اهو. هنحطه تمام كده. هاجي دلوقتي هدي شريط لحام بالشكل ده اهو. ابتدي ان انا اقفل الوش بتاعي
ونسمي الله ونرفع المفتاح بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده الكهرباء شغالة. هنا في حالة ان الحمام فاضي مفيهوش حد. طيب لو انا دخلت الحمام بدوس كده بيقول لي ان الحمام بتاعي مشغول واداني اللون الاحمر. خلصت حاجتي برجع اشغل اللون الاخضر على اساس ان مفيش حد موجود، او زي ما احنا شايفين اهو. وبكده نكون خلصنا. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش كده القناة باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات اخوكم محمود المصري.